السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، هنتكلم في الفيديو دوت عن طاقة برج الجوزاء للأسبوع الرابع من شهر يناير. ورسالتك يا برج الجوزاء بتقولك وقتك ثمين، انفقه بحكمة. بحكمة يعني ما تضيعش وقت في أي حاجة يا برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا من الأبراج اللي احنا عارفين اللي هي عانت من 22 كان صدمات وفلترت ناس وخرجت ناس من حياتها، وفي سنة 21 برضو يا برج الجوزاء انت برضو كنت تعبان. طيب 23 هنشوف الأسبوع الرابع من شهر يناير عندك يا برج الجوزاء من الناحية العملية ومن الناحية العاطفية، وهنشوف طاقة الشريك الحبيب اتجاهك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفاك بتحارب وبتجري، بتسعى يا برج الجوزاء، يعني بتسعى كأنك عايز تسبق الأحداث أو في حاجات معينة أنت عايز توصل لها. شايفة في عندك بدايات عاطفية. طيب وشايفة في عندك برضو كوين اوف بانتكلز، في عندك ترقية أو ممكن في عندك منصب، في عندك حاجة تخص ربح أو مكسب عندك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا أنا شايفة إن أنت قفلت صفحات أنت اتألمت فيها أو تعبت فيها. آه برج الجوزاء في غالبا كده انت في صفحة قفلتها من حياتك، يعني انا شايفة في صفحة انت قفلتها من حياتك وانت اللي مشيت من العلاقة دي وانت تعبت يعني، بس طالع خسران. بس غالبا كده يا برج الجوزاء انت طالع خسران من العلاقة دي، يعني ممكن تكون انت العلاقة دي كانت في الماضي عندك لغاية دلوقتي انت بتتألم بسببها او بتعاني بسببها، وممكن تكون كمان انت خسرت في العلاقة دي، ممكن تكون خسرت ماديات، خسرت من عمرك. انا شايفة ان انت طالع من العلاقة دي خسران. برج الجوزاء انا شايفه فيه طاقه مراقبه، يعني انت بتراقب حد وفي حد في نفس الوقت دوت برضو بيراقبك. لكن برج الجوزاء انت كنت الاول بتتعامل بطيبه وبحسن نيه، وكنت يعني ما بتديش، يعني بتثق في كل الناس، يعني ان انت ما بتخونش حد. لكن دلوقتي انا شايفه طاقتك غير يا برج الجوزاء. غالبا كده انا شايفه ان انت يعني بتفكر في نفسك اكتر، بقيت بتفكر في مصلحتك اكتر، وده طبعا بسبب الخذلان اللي حصل لك من معظم الناس المقربين ليك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا طالع لي طاقه برج الدلو معاك، تمام. طالع لي كمان برج الجدي، وطالع لي برج القوس. طيب برج الجوزاء للاسبوع الرابع من شهر يناير، فعلا برج الجوزاء انت نهيت علاقه، انت نهيت علاقه او في حاجه انت انتهيت منها، علاقه انت انتهيت منها كانت مكتفاك او كانت ضغطاك، كانت مسببه لك ضغوط. غالبا كده انت اتحطيت في ازمات بسبب العلاقه دي، ممكن كمان تكون اتحطيت في ازمات ماديه، ممكن الشخص ده كمان يكون يعني اداك وعود، او ممكن الشخص ده كان يعني انت كنت منتظر منه حاجات ولقيت العكس. لان حتى الشخص ده لما مشي يا برج الجوزاء انا شايفه ان انت بتعاني او ما زلت بتعاني، مش عاطفيا ومشاعر وحب، لا انت بتعاني ممكن من حاجات تانية اكتر. وغالبا كمان الشخص ده ممكن يكون عمل لك مشاكل مع الاهل او عمل لك مشاكل مع اطراف تانية، يعني ممكن يكون اتكلم عليك بعد ما مشي، ممكن يكون حاول يشوه صورتك، يشوه سمعتك. فانا شايفه ان الصفحه دي انت قفلتها يا برج الجوزاء، الصفحه دي انت قفلتها او نهيت العلاقه دي من حياتك ونسيتها. مش نسيتها، هي مسببه لك لسه الم، بس انت بتحاول ان انت ما تقعش في نفس اللي انت مريت بيه في الماضي يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا شايفه ممكن غالبا كده في توتر عندك في العمل، او ممكن في حد عندك في العمل، يعني انا شايفه في كلام جارح ما بينك وما بين حد في العمل، او ممكن تطاول بالكلام، او ممكن حد حاول يستفزك يا برج الجوزاء في العمل. غالبا كده ممكن يكون في حد، يعني لان برج الجوزاء من الابراج يا جماعه اللي في العمل، يعني شايفه بيبقى العيون عليها فعلا، يعني شايفه العيون عليها وشايفين ان انت بتجتهد فعلا. برج الجوزاء انا شايفه ان انت بقالك فتره، مش من دلوقتي بس، انت بتجتهد في حاجه معينه انت عايز توصل لها، عايز تحقق حاجه، يعني في حاجه معينه انت عايز توصل لها في العمل عندك. فغالبا كده في الاطراف التانية شايفاك ان انت بتجتهد بتبذل مجهود هتبقى مميز. ففي ناس حقيدين يا برج الجوزاء، حذر من الناس الحقيدين اللي معاك في العمل دول، تمام. لان كمان انا شايفه الفتره دي انت بتتعامل بحكمه بعقلانيه اكتر، اوكي.
برج الجوزاء، الناس اللي بتدرس شايفه فيه نجاح، فيه احتفال، فيه فرحه عندك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء في عندك توقيع عقود، وممكن في شراء عقار، او ممكن في تغيير من منزل لمنزل. يعني غالبا ممكن تكون انت عايز تطور من نفسك، عايز مكان اوسع، عايز بيت تاني غير البيت اللي انت متواجد فيه حاليا. فغالبا كده شايفه في عقار او في منزل جديد عندك يا برج الجوزاء. ظاهر لي كمان في طاقتك برج الاسد. برج الجوزاء، انا طالع لي في طاقه برج الاسد في انفصال. يعني ممكن يكون في منكم منفصلين من برج الاسد، دي كانت قصه حب او علاقه حب. او برج السرطان. طيب نشوف طاقه الطرف الاخر اتجاهك، نشوف طاقه الشريك الحبيب يا برج الجوزاء. لان انا طالع لي ذا تاور وطالع لي ذا لافر. يعني انا طالع لي الكارتين دول، يعني معنى كده قصه حب وانتهت. زي ما قلت لك انا شايفه ان انت في نهايات عندك، او في علاقه قديمه انت نهيتها. طبعا انا قلت لك يا برج الجوزاء في بدايات عندك، تمام، في بدايه جديده، او ممكن يكون في علاقه اوريدي من قريب انت دخلت فيها. شايفه ان انت بتحاول توازن امورك شويه ناحيه البدايه الجديده ديت. بدات تنجذب ممكن للشخص دوت، وممكن الشخص ده يكون عن طريق السوشيال ميديا انت عرفته يا برج الجوزاء. لكن مش عارفه ليه انت محتار، او ممكن قلقان. غالبا كده ممكن يكون في تصرفات من الشخص الجديد ده انت مخلياك يعني مشوش، مش قادر تعرف مصير العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده ايه من اللي انت مريت بيه، او التجربة اللي انت مريت بيها في الماضي. كوين اوف كاب، يعني انا شايفة ان انت بدأت تسيطر على مشاعرك، او بتحاول تداري مشاعرك شوية. يعني ممكن الشخص دوت الجديد يعني اداك حب، اداك اهتمام، او بيحاول يتقرب منك. ممكن يكون ظاهر لك مشاعره، اهتمام منه، ممكن في طاقة غيرة في كده. لكن انت برضو ما زلت مشوش يا برج الجوزاء. انت خايف تغامر في العلاقة دي، او حاسس، او خايف ان انت تتخذل زي العلاقة اللي كانت عندك في الماضي، ان انت تتحط في القيود دي. انا شايفة ان انت خايف. يعني على قد ما انت حاسس ان الشخص ده ممكن فيه عنده بعض الايجابيات، فيه عنده صفات يعني كويسة، بس انا شايفة ان انت خايف تغامر. عندك احساس بالخوف يا برج الجوزاء، ان انت بقيت دلوقتي خايف تدخل اي علاقة، او اي علاقه بتدخلها. شايفه ان انت بتحلل الامور، بتدرس الامور كلها اللي حواليك. خايف ان انت تتحط في نفس الطاقه اللي اتحطيت فيها قبل كده، ان انت يحصل لك خذلان، او يحصل لك يعني كانك بتدرس الشخص الاول، وبتنتبه لتصرفاته ولكلامه، بتحلل كل حاجه منه يا برج الجوزاء. طيب نشوف خطوات الشخص ده ايه ومشاعره تجاهك. انت محتار، انت محتار برضو. طالع لي طاقه برج الاسد. انت خايف تتألم، انت خايف تتألم زي ما حصل معاك في الماضي يا برج الجوزاء. فعلشان كده انا شايفه يعني ايه بتقرب وبتبعد، بتسيطر على مشاعرك. لا مش هديله اهتمام قوي، لا هستنى شويه. لا ده انا شايفه فيه تقلب، وفي نفس الوقت برضو ممكن يكون الطرف التاني يا برج الجوزاء العلاقه دي حطك في طاقه حيره. يعني مخليك محتار، مخليك متشتت، مخليك يعني كأن عيونك متغميه، مش قادر برضو توصل لحقائق. يعني كأن في حقائق انت عايز تعرفها او تفهمها، وبرضو انت لسه بتحلل الامور علشان توصل للحقائق دي يا برج الجوزاء. لان برضو انت مش عايز ان انت تنجرف قوي ورا مشاعرك ورا حبك، وفي نفس الوقت برضو خايف ان انت في الاخر تتألم. طيب فعلا طاقتك كلها انت باصص على الماضي. زي ما قلت لك يا برج الجوزاء، انت الماضي بالنسبه لك انت لسه مسبب لك الم، لان انت باصص على الماضي وحاسس ان انت آه في انفصال كمان. يعني ممكن يكون منكم في انفصال، انفصل. طيب الشخص ده انا شايفه يا برج الجوزاء ان هو عايز عداله، عايز عداله، عايز مساواه في العلاقه. يعني انا شايفه ان الشخص ده مش هيظلمك. الشخص الجديد ممكن العلاقه دي تكون بدات من شهور، تمام. فانا شايفه ان الشخص ده مش هيظلمك،
طالع لي هو عايز توازن، هو عايز عداله، بس ممكن الشخص ده يكون فيه بعض التصرفات منه مخوفاك شويه او قلقاك شويه، مخلياك متردد، مخلياك برضو بتتراجع، يعني بتتقدم وبترجع يا برج الجوزاء في العلاقه دي. لان ممكن يكون الشخص ده برضو انت حاسس ان هو بيختفي ساعات وساعات بيظهر، ساعات بتحس ان هو مهتم وساعات بتحس، لكن الشخص ده هو عايز توازن، عايز علاقه فيها عداله وفيها توازن. طيب برج الجوزاء، نتأكد من مشاعر الشخص ده. زورلد حلو جدا. الشخص ده هياخد قرار سريع يا برج الجوزاء وهيفاجئك، لاني انا عايزه اقول لك ان الشخص ده متمسك بيك وخايف ان انت ترحل من العلاقه ديت. الشخص ده متمسك بيك وخايف ان انت ترحل من العلاقه دي او تمشي، لان هو حاسس ان انت بتاخد قرارات وما بتتراجعش فيها. الشخص ده خطواته شايفه فيه قرار سريع منه، يعني قرار سريع هيفاجئك بيه يا برج الجوزاء. طاقة الشخص ده هو عايز ياخد قرار فعلا سريع اتجاهك، ويعني يفرحك، يطلعك للعالم، يعني يبقى في مرحلة جديدة ما بينك وما بينه، او يبقى في مرحلة جديدة فيها وضوح. تمام. طالع لي فعلا ان الشخص ده هيبقى فيه تطورات منه او هيبقى فيه تقدم منه بسرعة. يعني معنى كده يا برج الجوزاء طالع لي كينجز اوف سورد وطالع لي شاريوت، يعني معنى كده في خطوة من الشخص ده سريعة خلال الفترة القادمة. الخطوة دي فيها عدالة، الخطوة دي فيها عدالة وفيها خروج من مرحلة لمرحلة أفضل يا برج الجوزاء. طيب مشاعره تجاهك، عايز بداية جديدة معاك. آه الشخص ده خلي بالك برضو يا برج الجوزاء، أنا شايفة إن هو كان في عنده برضو ممكن صدمات في الماضي، فأنا شايفة إن الشخص ده عايز بداية جديدة معاك ليها أساس من الأول، علشان هو عارف إن أنت عندك تجربة ممكن فشلت فيها وهو برضو كان عنده تجربة فشل فيها، فعلشان كده الشخص ده عايز يحط أساس أو يحط بعض الشروط أو خطوات معينة تمشوا عليها علشان العلاقة دي تستقر. هو شايف ان انت حد مسؤول، شخص جذاب، شخص مهتم بنفسك، وفي نفس الوقت برضو هو شايف ان انت يعني شخص عملي، يعني بتحب العمل، بتحب ان انت تحقق اهدافك. الشخص ده وفي نفس الوقت برضو عارف ان انت بتتصرف بحكمة ومتوازن في ردود افعالك. هو ما يعرفش ان انت متوازن علشان انت ده كده، لكن انت متوازن في ردود افعالك اتجاهه يا برج الجوزاء من الصدمات اللي انت مريت بيها في الماضي، فانت ما بتاخد يعني مش مندفع في مشاعرك اتجاهه. تمام. لكن فعلا طلع لي تو اوف كابس، الشخص ده في مشاعر منه تجاهك، الشخص ده متمسك بيك وبيحبك. برج الجوزاء بلاش الخوف، بلاش التعب، بلاش الطاقة السلبية اللي انت حاطط نفسك فيها وقافل على نفسك وكأنك خايف تندفع بمشاعرك. لا، افتح قلبك يا برج الجوزاء. حتى لو انت مريت بعلاقة قديمة فشلت فيها، ما يبقاش كل اللي جاي ان انت خايف او يعني حاسس ان انت برضو هتنهزم في الاخر او هتفشل في العلاقة ديت. برج الجوزاء طبعا يعني انا شايفة طاقتك مش حلوة وكأنك قافل على نفسك، وممكن كمان تكون مريض جسمانيا او في حاجة تعباك، بس نفسيا انت مش حلو، او نفسيا انا شايفة ان انت رغم ان انت بتسعى العمل، بتسعى لتحقيق اهداف، بتسعى لكل حاجة آه دلوقتي انا شايفة برضو ان انت تعبان حزين برضو مش مبسوط يا برج الجوزاء. طيب الشخص ده زي ما قلت لك في قرارات سريعة، في اندفاع منه، هياخد خطوة كويسة خلال الفترة القادمة يا برج الجوزاء. شايفه ان هو بيجذبك ليه، او يعني مهما ان الشخص ده بيجذبك ليه او بيحاول ان هو يعني يبقى ردود افعاله، انا شايفه فيه ردود افعال منه آه بتجذبك ليه، يعني ممكن الشخص ده يكون فيه تصرفات منه بتجذبك ليه. تمام. لكن برضو انت ما زلت في طاقه حيره، وساعات بتاخد قرار او بتبقى عايز ان انت تنسحب او ان انت تمشي، وساعات بيبقى في عندك شك ان الشخص ده متعدد العلاقات وفي عنده علاقات يا برج الجوزاء. عايزه اقول لك يا برج الجوزاء افتح قلبك، او خايف برضو، خايف ان انت او الشخص ده ينسحب. طاقتك كلها تفكير وحيره يا برج الجوزاء. طلع لي في تواصل من الشخص ده اتجاهك،
غالبا كده هيبقى فيه تواصل او هيبقى فيه مسج، هيبقى فيه اتصال او كلام ما بينك وما بين الشخص دوت. آه هيبقى فيه كلام ما بينك وما بينه بخصوص مصير العلاقة. لكن يا برج الجوزاء بالنسبة للماضي، يعني انا طاقتك في العلاقة او الماضي اللي انت اتألمت بسببه، فانا عايزة اقولك ان الشخص اللي يخص الماضي 3 اوف وونز يعني بيفكر فيك، بس هو وفي عنده طاقة ندم، بس برضه مش هيقدر ياخد خطوة اتجاهك، لان هو شايف ان انت بدأت حياة جديدة، او ممكن يكون شايف ان انت خلاص يعني الوقت ما بقاش ينفع للرجوع، او ممكن انت بينت للشخص دوت العلاقة القديمة ان انت دخلت علاقة جديدة، لان انا شايفة ان هو بيفكر وندمان لكن مش واخد خطوة. طيب برج الجوزاء نشوف رسالة من العقل الباطن للشخص اللي هو 2 of cups، الشخص اللي متمسك بيك اللي انت محتار بسببه او خايف منه. ناخد رسالة من عقله الباطن. أريدك أن تكون سعيد. وممكن فعلا الشخص ده يكون حاسس أو شايف إن أنت قافل على نفسك، إن أنت حزين، رغم إن أنت ممكن بتظهر عكسك كده يا برج الجوزاء، لكن الشخص ده حاسس إن أنت برضو مش مبسوط. ساعات بيحس بخوف منك بسبب إن أنت برضو ردود أفعالك برضو مش يعني مش قادر زي ما قلت لك إن أنت تندفع بمشاعرك، علشان أنت خايف إن أنت تدخل في علاقة ويبقى فيها برضو انسحاب. فانا شايفاك بتتصرف بعقل وبحكمه قوي في العلاقه دي يا برج الجوزاء. هو عايز يقولك اريدك ان تكون سعيد، هو عايز السعاده ليك طبعا. عايز يقولك كمان انت تطارد افكاري، انا اذكرك باستمرار. طيب نشوف تاني، نأكد الرساله، نأكد رسالته. عايز يقولك ايه تاني؟ عايز يقولك أتساءل حقا إن كنت تفكر أو تزال تفكر بيه بنفس الطريقة حيث أفكر بيك. يعني الشخص ده عايز بيسأل نفسه هل أنت بتفكر فيه بنفس الطريقة اللي هو بيفكر فيه بيها. طيب نشوف نصيحة الملايكة ليك يا برج الجوزاء. نشوف نصيحة الملايكة هتقول لك ايه. طيب بص، انا طالع لي كارتين، طالع لي دون تستوب، يعني لا تتوقف. زي ما قلت لك افتح قلبك يا برج الجوزاء، ما تخافش، لان انت قافل على نفسك. وخلي بالك الطاقه دي واصله للطرف التاني ان انت خايف منه او قلقان بسبب ان انت فشلت في علاقه قبل كده، وفي نفس الوقت برضو تراست يعني ثقه، يعني اديله الثقه يا برج الجوزاء. طيب نشوف نصيحه اوركل رومانس. هتقول لك ايه؟ بيقول لك الحب الكبير يستحق التضحيه. يعني حاول تضحي شويه يا برج الجوزاء. مش معنى ان انت اتخذلت او اتصدمت او حصل لك صدمات قديمه ان انت يعني ما تضحيش او ما تتنازلش او تبقى خايف او بتتعامل بالحذر ده في العلاقه دي يا برج الجوزاء. طيب طالع لك يا برج الجوزاء زنبق النمر، يمثل القوة العلاجية للتعبير الجنسي. يعني عايز يقولك ان الرسالة دي ان الزئبق او الزنبق النمر بيمثل القوة العلاجية للتعبير الجنسي. يعني حاول ان انت ما تسيطرش على مشاعرك اكتر من كده يا برج الجوزاء، لان غالبا ممكن تكون انت بتحاول تدفن مشاعرك. تمام، افتح قلبك زي ما قلت لك يا برج الجوزاء، البدايه الجديده انا شايفه فيه خطوات حلوه قوي الفتره القادمه من الشخص ده. وزي ما قلت لك في قرار او في خطوه من الشخص ده سريعه هتعرفك مصير العلاقه، او غالبا هتعرفك نوايا الشخص ده ايه. انا طبعا ذكرت الابراج اللي ظهرت لي. اوكي برضو هنشوف ايه الابراج تاني معانا. طيب اوكي طالع لي برضو، اوكي طالع لي تاني سرطان. تمام طالع لي ثور. اوكي طالع لي جدي.
طيب والابراج، انا قلت الابراج المائيه والابراج الناريه يا برج الجوزاء. برج الجوزاء بشكرك جدا، واتمنى ان شاء الله سنه 23 تكون افضل من 21 و22 عندك يا برج الجوزاء، لان فعلا انت اتألمت وتعبت كتير. ناس كتير خذلتك، او ناس كتير فعلا انت كنت بتثق فيهم، وفي ناس انت بعدت عنهم لدرجه ان انت دخلت في مرحله اكتئاب او عزله. لكن انا شايفه ان انت بدأت تطلع للعالم شويه يا برج الجوزاء، لكن برضو خايف، شايفاك بتتعامل بحذر وبتنطوي على نفسك اكتر من الاول يا برج الجوزاء. بشكرك جدا، وان شاء الله اتمنى لك سنة 23 تكون افضل ليك يا برج الجوزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.